السلام عليكم الاخوان، بخير لاباس عليكم هانيين وحتى الاخوات، واش راكم مبروكه وخليكم الصحه والعافيه وطول العمر باش ما تمنيتوا ان شاء الله. رانا عارف ما كنعرفش نبارك العواشر، اسمحوا لينا. إلى فرنسا، حيث نددت محامية الدولي المغربي أشرف حكيمي الذي وجهت له تهمة الاغتصاب، نددت بمحاولة ابتزاز يتعرض لها اللاعب الذي ينفي بشدة الاتهامات الموجهة إليه. وبعد استجوابه تقرر توجيه تهمة الاغتصاب لمدافع باريس سان جيرمان بعد اتهامات من امرأة بتعرضها للاغتصاب في منزله بضاحية باريس الشرقية السبت الماضي. المهم الاخوان، السلام عليكم. القضيه ديال حكيمي مازال مجرجره، ولكن هذه المره شي جرجره من داكشي وما عندها ثمن. ولكن راه ماشي حكيمي لا، ولكن الزوجه ديالو اللي غادا تجرجر واحد الجرجره واعره بزاف، شي حاجه نهربه. وهذا الخبر هذا راه مازال في الميكا ديالو. كيف ما عرفتوا الفيديو اللي فات، المراه ديالو بغات تنصب عليه وتدي ليه الثروه ديالو ملي مشات داتو في المحكمه باش يطلقها بسبب القضيه ديال الاغتصاب اللي اتهموه بها. يعني بغات دير ليه الصابونه وتدي ليه الحزق كامل اللي ضرب عليه تماره، ولكن ما صابو عنده والو. خونا فقير ما عنده حتى ريال ومشات عليها بارده. راكم عارفين باللي كتب ممتلكات الوالده ديالو وداكشي. هاد المره هادي حكيمي استغل هادشي هذا كامل اللي دارت المراه ديالو، اللي دارت ليه اختنا الصالح ديالو. كيفاش؟ يلا نعرفوا كيفاش في هذا الفيديو، تابعونا حتى الاخر. حكيمي حسب التصريح ديال الجريده الاوروبيه كان عنده واحد الماتش ضد لونس، وكان داخل الماتش هو فرحان ناشط، واللعابه كاملين ديال بي اس جي كانوا متفاجئين من حكيمي كيفاش حكيمي ناشط. هما كانوا كيلعبوا بواحد لا ميثود اللي عاديه بحال ديما، اما هو لا، هو كان زايد في اللعب، سيد كان فرحان. خطيرة الله 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 الله. أسرف حكيمي، أسرف جول. حتى في اللعب ديالو كان كيعطي اللي في جهدو اكثر من جهدو، بحال السيد كان عارف راسو باللي راه رابح. يعني هادشي هذا اللي طاري الحكيمي كامل، والسيد ناشط وما مسوق لوالو. وهنايا بنادم بدا كيطرح ديك السؤال ديال علاش حكيمي ناشط. السؤال هذا طرحوا كاع اللعابه ديال لونس وحتى اللعابه ديال بي اس جي وكاع الناس اللي يتبعوا ديك الماتش هذا. وفعلا الماتش سالب 3-1. وملي سال الماتش وخرج بحالو حكيمي، دخل الانستغرام ديالو وسيب واحد البوست وقال فيه باللي هذا الفوز هذا فوز واعر وفوز عظيم. السيد كان ناشط بحال ما عنده والو. السيد راه كاع ما مسوق، وخا الامه كدوي عليه. كلشي كيهضر على هذا البلان اللي دار خونا الختنا فاش بغات دير ليه خاويه في عامره، ولكن ما صوراتش موراه والو. وكلشي كيقول باللي هذا راه اول لاعب دار لمراتو الصابونه ومشات زعلقه تضربت في الحيط. اقوى ريمونتادا في التاريخ كله. طبعا كلنا عارفين في قانون اوروبا ثروه الرجل تقسم، النص للرجل والنص الثاني للانثى. نزاع عظيم بعد ما قررت زوجة حكيمي تنفصل عنه، راحت للمحكمة تطلب نصف ممتلكاته. عرفوا حكيمي وسون اكس فام لازم كامل لي كوبل يدوه كوم اون لوسون دو في. تكتشف انه املاكه الكل باسم امه. والخبر ديال اليوم راه ماشي هادشي هذا كامل. الخبر ديال اليوم هو ان حكيمي دار لمراتو واحد القالب من داكشي الخوت. يعني وشنو دار؟ كيف ما هي مشات طالبته بتعويض، حتى هو غادي يمشي طالبها انها تعطيه التعويض، واخا المراه ديالو دايره فيها عايقه وفايقه ومن داكشي وكذا واللعيبات، ولكن والو. خونا هارب عليها بزاف. حكيمي من بعد البلان اللي دارت ليه المراه ديالو هز راسو مشى للمحكمه ورفع بها دعوى قضائيه كيطالبها بالتعويض على هادشي اللي دارت ليه من اتهامات اللي سقط ليه والكلام الخاوي. والتعويض اللي كيطالبها به هو تقسم مع الثروه ديالها. حسب التصريح ديال الصحف فان هبه عبوك ممثله والثروه ديالها كتقدر بواحد 3 ديال المليون دولار، يعني 3 المليار مغربيه. هي الخوت. بما ان حكيمي لا تيسرت ليه الامور الخوت، شنو غيدير له؟ غيدير له هبل تربح. يعني غادي تقسم معاه البركه اللي عندها، يعني غادي يدي ليها هذيك النص ديال الفلوس، يعني غادي يدي ليها 1.5 مليار. يعني اختنا ضربها الترند. كيف ما كيقولوا لنا الزمان، اللي عنده امه لا ترفد همه، غير زير مع السماط ولا خويا المكان. وهذا ما كان. المهم هذا قالب زوين، قالب بسينيتو وبصحة وديها هبه. وراك تلعبي مع حكيمي اسد من اسود الاطلس، اشداء المغاربه. هادو هما المغاربه والا فالا، الله يكبر بهم. وتحيه لك اودي حكيمي. وهذه اجمل ريمونتادا دارها حكيمي لهبه عبوك الزوجه السابقه ديالو، وكانت هذه اكبر صدمه ليها في الحياه ديالها. والسيد القضيه لا مازال مجرجره. وحنا ما عندنا ما يدار، مازال تابعينا. قال لك سيدي بلي هادشي هذا كامل اللي طاري مع حكيمي مراتو غير كذوب. واش بصح هاد الهضره هادي؟ لا صاحبي، حيت واحد الجريده اللي موثوقه هي اللي منزله هاد الخبر هذا وكاع الاخبار ديالو. الجريده سميتها ماركا، وما ادراك ما ماركا الخوت. جريده اسبانيه اللي معروفه وعندها سمعه ومكانه في السوق. يعني هادشي هذا كامل اللي طاري راه بصح اوفري، ما كايناش الريحه ديال الكذوب، ما كايناش تخرجيش. اليوم في الصباح كنتفاجأ بتغيرات اخرى طاريه في البلان ديال حكيمي وهبه.
وكتجيني هذه القضيه ولات بحال شي لعبه، كل واحد كيحاول باش يماركي على الاخر، يعني ما كاين غير كالي يا خالي راه الزيت غالي. حكيمي قال شحال من حاجه وطرات، حيت انه صرح باللي هو تنبأ باللي هادشي هذا كامل اللي كيطرا كان حكيمي عارفه باللي غادي يطرا وغادي يوقع، ولكن هو كان موجد ليه مزيان من قبل، يعني الدق والسكات العافيه تحت التبن. دابا ولينا كنشوفوا كل واحد كيوجد الاخر فين يدفنو، بمعنى هذه ولات دايره بحال شي كومبا، وكل واحد فيهم خصو يهاجم وفي نفس الوقت خصو يقاردي على راسو باش ما تجيش فيه الدقه. وزيد عليه حتى المؤثر الشهير اللي سميتو اندرو تيت، واحد مؤثر امريكي مليونير لاباس عليه، المهم طابيو في جوجل غير اندرو تيت وغادي يطلع لكم وغادي تعرفوا. بالنسبه للناس اللي كاع ما عارفينه، حتى هو ولا داخل في هذا البلان هذا كيفاش، ويلا نعرفوا هادشي هذا حتى هو على بركه الله. وطحن قبل ما تطحن، من بعد ما هبه عبوك طلب الطلاق، كانت هذه اول حركه ديال بدايه الكومبا ديالها مع حكيمي، الكومبا البارده يعني الحرب البارده. حنا عارفين باللي اسبانيا المراه لا طلقت الراجل صافي، يعني خصو يقسم معها كاع الحزاق اللي عنده. هادشي هذا غير في اسبانيا وفرنسا، اما الدول الاخرين لا، ما كاينش هاد الهضره هادي. لا طلقتك تضربي على جدك الا في حاله وحده، انني نعطيك النفقه ديال الدراري الا كانوا عندنا، ما عندنا والو كنخلص شي بركه والباب الحباب. حسب التصريحات ديال الجرائد في اسبانيا وفرنسا باللي خلال الاعوام الاخيره ولات النسبه ديال الطلاق طالعه بزاف، خصوصا مع رجال الاعمال والمشاهير بحال سعد المجرد وبحال حكيمي وبحال بزاف. علاش في نظركم؟ وهذاك حيت الدريات تما ولاو دايرينها بيزنس خدمه، يعني ما كيضربوا لا تما لا والو، كيبغيو يديوها بارده. فهمتوا البلان كي داير؟ الدريات تما في الدول هذه وصلوا لواحد المرحله ولات عندهم خدمه، تزوجي بشي واحد لاباس عليه، حشي عليه وطلبي منه الطلاق، ملي غادي يطلقك غادي ديري موراه الفلوس ولا العاق، يعني غادي يقسم معاك الحزق اللي عنده. ولا سيري مع شي واحد مشهور لابواط فيكي معاه وعيشي الحياه وسيري للدار باتي معاه وكذا، ولا غدا في الصباح سيري للمحكمه قولي لهم بلي راه اغتصبني وضربي العاقه على ظهره. وحتى شي واحد ما قدر يلقى الحل هادشي هذا. حاجه وحده اللي كانوا كيقدروا يديروا هما انهم كيتزوجوا بلا ما يوقعوا شي عقد. هذاك الشيء اللي داير كريستيانو رونالدو مع المراه ديالو جورجينا، يعني مزوجين والد ما، ولكن ما ساينين لا عقد لا والو. علاش؟ خوفا على الثروه اللي عنده، تمشي دير ليها ديك اللعبه ديال الغو ودير ليه الحزق كامل. وراه رونالدو راه زباله ديال الزباله ديال روينه ديال الفلوس. حتى جا اليوم حكيمي اللي عطاهم الحل وعطاهم واحد الدرس عظيم، مازال ما شافوا والو. هذه غير البدايه، اختنا بغات تطبق نفس البلان على حكيمي، مي حكيمي طلع ناضي وحاكم القوانين ديال اللعب وضابط الامور ديالو وعارف اش كيدير، ودار ليها حبل تربح وكان فيها الله. في الاول وهمها بلي هي اللي رابحه، ملي دارت به دعوه خلاها ماركات عليها الجول الاول وخلى ليها الشوط الاول كامل ديالها، ولكن الشوط الثاني حكيمي قلب عليها الطابله ب2-0 اولا ب3-0. يعني اول جول ماركاها وثاني حكيمي باش يجيب التعادل، وانه صابتو كاتب كاع الممتلكات ديالو في السميه ديال الوالده ديالو لاله فاطمه القصراويه. الجول الثاني هو طالبها بالتعويض على الاهانه ديال الكرامه ديالو، اتهام ديالو بالاغتصاب. الجول الثالث هو انه اشرف دار هذا الشيء هذا كامل بلا ما يسيق عليه الخبر حتى شي واحد، لا الام ديالو ولا المراه ديالو ولا حتى شي واحد، يعني الدق والسكات. وهذه كانت اكبر صدمه ليها عاوتاني. في الاول كان يسحب ليها باللي هادشي كامل في خبر ديال الام ديالو، ولكن ملي سولوا الام ديالو قالت لهم باللي انا راه ما في خباري والو، وعسقت الخبر حتى شافت هادشي هذا كيهضروا عليه الصحف وكذا. وسيدي هنا كتخرج واحد الجريده سيدي وكتقول لك باللي علاش حكيمي مشي كتب الثروه ديالو للام ديالو، اولا علاش اننا ما نعطيوش لختنا الفلوس، وخا الام ديالو كتب لي هذيك الثروه في سميتها، بمعنى الام ديالو ما عندهاش شي مبرر ولا شي دليل ديال ديك الفلوس من جابتها، سوى ان حكيمي عطاهم ليه، يعني يحيدوا البركه للام ديالو ويعطيوها لختنا. كيفاش يعطيوها لختنا؟ والسيد رزقو هذاك ويعطيه لمن ما بغى. حكيمي صرح بانه هو الفلوس ديالو كان كيخسرها في السهرات والحفلات وهو على المراه ديالو، باللي ما بقى ليه والو، فقير ما عنده والو. دابا هادو باغيين يشدوا خونا يدوروا، ولكن والو ما يصوروا والو. واش بان لكم في هذا البلان هذا؟ كيف ما كنعرفوا كل واحد ورزقه، يعني فلوس يعطيهم لمن ما بغى، وهذا راه ماشي قانون انك تحيد ممتلكات لشي واحد تعطيهم لشي واحد اخر. المهم الخوت الشيء هذا راه غير الجريده اللي قالته، اما القانون راه كاع ما صاب كيفاش يتوشي حكيمي ويعطي ليه بالنص ديال الثروه ديالو، اما كون كان صاب كيفاش يدير كون عطا ليها زمان. ودابا ولات السيده خايفه على راسها، ما هي بالعنب ما هي بالسله، ولا طالبه غير سلا بلا عنب، حيت حكيمي ولا مطالبها بتعويض. اندرو تيت علق على هذا الموضوع هذا وقال ليه انت هو البطل وراك انت وليتي من طوب جي، حيت قدرتي تخرج من هذه المؤامره هذه اللي دارت لك المراه ديالك او اللي دارت لك ختنا بنجاح، طريقه اللي ذكيه وفريده من النوع ديالها. الخلاصه من هذا الشيء هذا كامل هو اللي مرضي مهمتي عمرو يخيب وعمرو يخاف. كل واحد عنده شي بروجي ولا شي تجاره ولا شي واحد مشهور ولا اي واحد كيف ما بغى يكون بصفه عامه، ملي يبغي يتزوج يعرف شنو يختار، حيت المراه راه ماشي هي من 12 الليل 6 الصباح، المراه راه هي مسؤوليه وهي اللي كتربي الاجيال اللي كتطلع. الزواق وداك الشيء راه كيطير مع الوقت. كاينين بنات الناس غير بنادم يتوكل على الله ويقلب مزيان. الخوت لايك وشير وفرقوا داك الكومونتير ودوزوا على خير وبخير. كان معكم خوكم محمد، اختنا وخونا فرقوا علينا ديك البطونه. تلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. عواشركم مبروكه.